فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. رسالة سهلة لكل الأندية، هل تملكون مثل هؤلاء؟ هل يعقل أن يكون هذا مدرج فريق بعيد عن القمة، بعيد عن وسط الترتيب، يقبع في مراكز متأخرة؟ هل يمكن أن تجدوا هذا الوفاء والحب والانتماء لأي جماهير أخرى؟ صورة تغنيك عن أي تعبير، ومدرج يختلف عن كل المدرجات، يضرب الرقم القياسي في الحضور الجماهيري في كل موسم. جمهور لا ينافس إلا نفسه. يا عيني على المدرج، ذهب يا عيني ذهب. على الرغم من أن نعيش في أسوأ مواسمه، لكنهم لا يشجعون فقط من أجل الفوز، يشجعون لأنه هو القلب النابض، لأنه هو الكيان، لأنه هو الشعار، لأنه هو الحب، لأنه هو الحياة، لأنه هو الانتماء بالذات تكفي. وهذا المدرج وهذه الصورة من الصعب أن تجدها في أي مكان آخر. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أرض السبع، أرض الملكة بلقيس، أرض حضرموت، أرض التاريخ، أرض معين. الفريق اليماني قادم من حضارة كبيرة وعريقة جدا. تاكا على طريقة اليمن بصياغة من البن وبخلطة مع العسل الحر. يا اليماني أقول لليماني العريق، لليماني السعيد، خلي الحزن بعيد عليك، العذاب ما يدوم، يلي تعيش محروم يسري نور الأمل من وراء الغيوم، والربيع يعود تزهى معاه الحياة. كرة القدم لا تعطي إلا من يعطيها، والفريق اليماني تغلب على نفسه رغم التحضيرات السيئة، رغم انعدام المعسكرات، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن بدون مركبات. إن اليماني شعاره كما قلت التحدي وعنوانه طموح. غنى في 90 دقيقة أغنية أنا موجود، أنا اليماني الموجود. أقول لليماني العريق، لليماني السعيد، خلي الحزن بعيد عليك، العذاب ما يدوم، يلي تعيش محروم يسري نور الأمل من وراء الغيوم، والربيع يعود تزهى معاه الحياة. إذا ذكرت اليمن ذكرت الركن اليماني، وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن: الإيمان يماني، والفقهة يمانية، والحكمة يمانية. ويقول عنهم المصطفى أيضا صلى الله عليه وسلم: وماذا بعد قول الرسول؟ ألين قلوب أهل الجزيرة وأشدهم